تفضل. تعتقد فاضل أنه إنسان طيب ونبيل وما عنده أي أوليات عن الشر ممكن يصير أخس إنسان أو حتى ممكن يخون؟ تريد الصدوق؟ أنا أشوفها صعبة. كل إنسان يتصرف وفق عوامل عديدة منها الوراثة والعائلة والتعليم، كلها هذه تحدد تفكيره وسلوكه. بس خليل ما عنده أي أوليات عن الشر، يعني احتمال العوز والفقر يخليه يصير خاين؟ هذا سبب ضعيف، ما أعتقد الفقر يؤدي إلى الخطأ. أقول لك بالمناسبة، شنو هاي أسئلتك معناها؟ لازم لقيت دليل جديد على خليل اللي سبب بحبستكم 10 سنوات. المشكلة ناصر كان ويانا ولو نقلوه لغير سجن، المهم احنا سمعنا بيه نقلوه وظلينا اني وفواز بنفس السجن الى ان صدر الحكم. هاي تساؤلاتك يجاوب عليها شخص واحد، الشخص ما موجود، هو الوحيد اللي يريحك. تقصد خليل؟ ايه خليل، ماكو غيره. بس هسه خليل وين القاه؟ عايش ميت؟ بس لازم القاه والقى حل لهاي المشكله. كمان ليش تأخر الوقت؟ كل النايمين. شوف التلفزيون شبيه وعريض. حتى التلفزيون مشوش. كمان كذا مجهزك مثل كل يوم. للأسف عليك، مع الأسف. لا تعتقد أنا مقصر وياك في يوم أبو أحمد. فواز دا أتابع تحركاته أول بأول وما مخليه يتنفس ما طول أنا بالوزارة. ولا تنسى أبو أحمد، كان ممكن المناقصة تكون لغيرك وبكل سهولة لو ما أني طلعت شغلة اللجنة اللي تكشف قبل ما تنطي قرارها النهائي حتى لا تنظلم. كل هذا وتعتقد أنا مقصر وياك؟ أستاذ طالب، حشاك من التقصير، بس أرجوك قدر وضعي. أنا المصارف قاعد تضغط علي من جهة، والتجار والديانة يضغطون من جهة ثانية. يعني أنا بوضع لا أحسد عليه، وبعدين الوقت دا يمر مو بصالحي، وفواز قاعد يماطل. بالمناسبة فواز يتابعك وراقب خطواتك أول بأول، هذا على الأقل اللي سمعته من المدير العام. يعني شنو؟ يتحرى عني؟ ما أعرف، بس هو قاعد يخطط الشيء لا أني ولا أنت نعرفه. شنو يعني؟ أنا قلت لك يا أبو أحمد، هذا الرجل مو سهل مثل ما أنت تتصور. صباح الخير فوق. صباح النور. هذا الأستاذ وين؟ الأستاذ بعده ما جاء. طبعا ليه هسه نايم؟ نور السهرة مال البارحة. لو خضرنا فد يوم السهرة من هاي سهراتنا. اسكت ما بقيت إلا أنت تسهر ويانا.
يعني الاستاذ ما يجي اليوم؟ يجي بس متأخر. يجي ما يجيش وقت ما يجي بكيفه، افتهمت؟ افتهمت. بروح انظف غرفة الاستاذ ما دام ما جاي. بس كلها مستنسخة، شلون حصل عليها؟ خليه استنسخها قبل ما يجي ابو احمد. نعم استاذ تفضل. ماجد ما اريد اي احد يدخل علي واي تليفون اجليه لان عندي تقرير كلش مهم لازم اقدمه للمدير العام حول المناقصه. وخاصة ان اللجنة تلح على موعد الكشف حتى تشوف مجموعة المقاطع. ولهذا السبب لازم اخلص التقرير اليوم قبل باكر لان انا وعدت المدير العام اقدم له التقرير خلال اسبوع. بس اشوفك مستعجل اليوم واني اليوم عندي شغلة ضرورية وياك. والله يا ماجد لو تدرين المشاكل محاصرتني من كل صفحة من مشكلة لمشكلة. المهم اني اريد اشوفك اليوم. حاضر. ورا الدوام للشاور. اكيد؟ اكيد طبعا. خلص راح اطلع وما راح اخلي اي واحد يدخل عليك. شكرا. رحيم اكو حسن عليه؟ لا استاذ ما حسن. احسن. هو من يسأل ما تقول من يسأل؟ اكو غير واحد من التجار لو المصرف لو الديانه لو اهل المكاين. سعد. نعم استاذ. اخذ المحاسب وروح للمصرف شوف شنو موضوع التسهيلات اللي طلبناها بضمان مكاين الجماعه. حاضر استاذ. يلا روح. هسه اخذ المحاسب واروح. يلا. الحمد لله ما حب محاسبية. الأوراق هسه كلها يمي ولازم أوصلها لأبو كمال بأسرع وقت. يابا راح تخلص السنة. ايش قد أحب هاي الكلية. زين أنت ما قلت لي ايش ناوي؟ أولا نتزوج وثانيا ندور على شغل. تقصد وظيفة؟ اي طبعا وزارة التربية فاتحة تعيين وبصراحة أنا أحب مهنة التعليم. زين عفية خلودي ليش شوف لي وياك؟ شو اشوف ليش؟ اذا صار عندنا جهال من يغسل لهم اني؟ يا حبيبي عاد نقضيها اجازات عموما. كافي خالد اجلس. صباح الخير. هلا وسهلا شلونك؟ انا مو زينه منو؟ زين سمير دا تشوفي له ولا؟ سمير هذا المسكين هم حاير بروحه. زين انا اروح تاخذ راحتك. اوكي بعدين اشوفك ان شاء الله ان شاء الله. زين قولي لي ماكو حل ابد؟ الامور قاعده تتعقد يوم بعد يوم وما دا اشوف اي مستقبل بيني وبين سمير. يعني هيك الامور مستحيله؟ بالضبط. بصراحه منى انا بعد ما اقدر اكذب على بيبي وبابا وامنع شوفتي من سمير. بس المصيبه انا هم ما اقدر ما اشوف السمير واخاف عليه. خاف يروح يسوي بنفس الشيء. تدرين الولد ايش قد يحبك؟ بس انا شنو بيدي؟ انا هم محايره بين اهلي وبين الانسان اللي احبه. ما اعرف شو اسوي. زين هو اليوم يداوم؟ وشنو الفائده؟ بس تدرين منى؟ راح اضطر اواجه سمير واقول له بالحقيقه واقول له كل واحد يشوف دربه وينتهي الموضوع. ما خالد شلونك؟ لا سلمونك. أبلة
شفت السهر؟ لازم يومنا بالحديقه خوش تعال خليني اروح اشوف. اقعد ظل بري اقعد قبل راح تصير بنيه. خالد ما اقدر ما اتحمل يعني هالبنيه كل شغله حتى تفكير ما اقدر افهم. سمير انت لازم تعرف راسك من رجليك، انتبه لمستقبلك لدروسك شويه. يا مستقبل خالد، احس الدنيا صارت سودة بعيني. هذه المره الاخيره احذرك واقول لك انتبه لدروسك ومستقبلك. يا اخي افرض الشغله ما صارت راح توقف الدنيا. ما ادري خالد ما ادري، خلي اقوم اشوفه لين راسي راح ينفجر. والله مسكين. هذا التقرير اللي وعدت حضرتك قبل اسبوع بان يكون بين يديك. اهم شيء المعلومات اللي بيه تكون مؤكده. طبعا استاذ مؤكده، بس للمكان ولا الطحين الدرجه الاولى ولا الطحين المصنوع من معمل. بس هو شو يريد يوهم اللجنه بانه معمل متكامل وما بيه نواقص. يعني هو جايب الطحين الدرجه الاولى ومعبئ باكياس عليها علامه مطحنته. وبالمناسبه استاذ، هذا الرجل عليه ديون مصرفيه وعليه ديون التجار هوايه، وهاي الصفقه بالنسبه له هي اللي تحل لك كل مشاكله، بس على حسابنا، على حساب الناس البسطاء واللي عندهم ثقه بوزارتنا. انت خلي هذا التقرير يمي اشوفه واراجعه وبعدين اقرر. صدق اخبار الموظف الجديد شنو؟ استاذ بده يقوم بعمله على اتم وجه. خلي بعد ما يخلص مهمته خليه يجي عندنا هنا بالوزاره ويكمل شغله ويانا. ان شاء الله يلتحق بوزارته اول ما يخلص شغلته. اريدك تسمع الكلام اللي راح اقول لك اياه. اعرف انه هذا الكلام ممكن راح يأذيك ويضوجك. شوف سمير، علاقتنا صارت مستحيله، يعني بعد ما اقدر ابقى وياك. موضوعنا صار مستحيل، علاقتنا مستحيله. هاي شنو؟ انت تحكين صدق؟ بصراحه سمير انا بعد ما اقدر اخالف رغبه بابا اكثر من هذا. دا اكذب على بابا وقاعد دا اشوفه. سمير الله يخليك، اللي اترجاه منك انه انت تنساني. انساك؟ شلون انساك سهى؟ انا احبك، ما اقدر اتخيل حياتي بدونك. سهى ارجوش لازم تساعديني. من انت يمي نقدر نفكر بالموضوع ونحله، بس من اكون بوحدي اكيد الامور تتعقد علي. سمير الله يخليك انساني انساني. شبيك مش العدل ايدي؟ شغلة مفتاح مكتب استاذ فواز من يدري بيها؟ اكيد بس انا وانت بالوزاره. زين كريم ايش مدري؟ ما ادري. ما تدري شنو؟ تدري هذا الموضوع اذا طش بالدار ايش راح يصير؟ يعني قبل فصل انا وانت. زين والمهندس اللي انطاك المفتاح؟ مهندس ما يعرف كل شيء عن الموضوع. قلت له مفتاح غرفتنا ضايع واريد المفتاح. هذا الموضوع كل شيء اعرف عنه. اخاف بوحده من قعداتك وكتيت اللي عندك. لا بقعدات ولا بغيرها. انت ليش ما تصدقني ما حاجي بهالموضوع اني؟ قسما عظما اذا سمعت انت قايد ما تلوم الا نفسك. انت ليش ما تصدقني انا ما حاجي؟ ايش بيك تباوع علي؟ شنو؟ صار ممنوع اباوع عليك؟ أنا آسف أستاذ، أخاف جرحت مشاعرك. شنو؟ تستهزئ؟ فسرها مثل ما تحب، بس الثقة اللي بيني وبينك راحت مع الأسف. أبو قلبي قل لي هسه شو تريد حتى ترضى وهذا الموضوع بعد ما سمعت. ومنو قال لك أنا رايد شيء؟ لعد ليش ما تنسى الموضوع؟ ما أقدر، كل ما أحاول أنسى الموضوع أتذكر أنه أنت صديقي واللي يصيبك يصيبني، أرجع وأتذكر الموضوع مرة ثانية. وإذا طلبت من عندك تنسى الموضوع؟ أحاول. العفو أستاذ، خو ماكو شيء. تدري قبل شوية منو خابرني؟ منو خابرك؟ أبو أحمد خابرني للمطحن. أبو أحمد خابرك؟ إيه. تدري ايش قال لي؟ يريد يعرف
ليش فواز دخل على المدير العام وبايده تقرير؟ وانا شعليه استاذ؟ انت شعليك؟ لك كان استحيت وتسال؟ ادري استاذ، انا ايش سويت؟ انا هسه اقول لك انت شو مسوي. انت يا افندي صاير عيون الابو احمد، تنقل له بيها الصغيره والكبيره، على مود كله يقول لك عافيه لو يعطيكش كم فلس، لك مو عيب؟ عيب انا مديرك المباشر ما اعرف وابو احمد قاعد هناك بالمطحنه يعرف. شو يقول عليه هسه الرجال؟ مدير ما بي خير؟ ما يعرف ايش يصير داير ما دايره؟ هاي المره سويتها، مره ثانيه ما تلوم الا نفسك. الزم اخذ هاي الورقه وياك ووديها للاداره. يلا مش اطلع، مشي يا قطع راتب. طار راتب. يلا اطلع برا. تدرين ماجد هسه يلا ارتحت. من خلصت كتابة التقارير حسيت بنفسي اديت الواجب اللي علي بصورة صحيحة. ادري بيك، الاشياء الصحيحه بتصر عليها ولازم تسويها. زين، بقيتي لي شنو الموضوع اللي رايدة تحكيني؟ ادري يعني ما يصير واحد يبتعد شويه عن الشغل واجواءه وزحمته وشويه خلينا نرتاح هنا؟ بالعكس ماجدة، انت تدرين وين القي راحتي ويا منو؟ فواز، انت اكثر واحد تعرف بي اني ايش قد اقدر ظرفك ووضعك بالبيت وبخارج البيت. بس اني الحقيقه يعني ما اريد الح عليك بهذا الموضوع وما اريد اضغط عليك بهذا الموضوع، لانه اني كلش احبك وتعرف اني من حبيتك واختاريتك مو بس بقلبي، طبعا اختاريتك بعقلي وبقلبي. فواز، انت بالنسبه لي حلم. بعدين تعرفين انا ايش قد محتاج انسانه تكون قريبه من عندي، مو بس بالشغل، بالبيت، كل التفاصيل الخاصه. مع هذا حددي انت الوقت اللي يفيدك ويناسبك وانا حاضر، بس قبلها لازم احكي ويا كمال وجمال وسهى حتى اهيئهم نفسيا وما يتفاجئون. فواز، اني احبك احبك. شنو القصه يا ما اعرف؟ استاذ سالم يرويني، استاذ طالب يعاقبني انذار قطع راتب. ادري سامعين اليوم يوم الرزاله العالمي. قالها بالمثل الباب اللي يجيك منه ريح حط له نايلون. شلون اشوف الناصر واحكي وياه بالموضوع؟ شغله تحير. زين شنو علاقه ناصر بنواف؟ ناصر كان بسجن ويانا، شنو اللي ممكن يعرفه ناصر وما نعرفه احنا؟ اخاف لا احكي وياه ويظن بيا غير ظن. شلون حيرة يا الهي؟ هاي وحدها مشكلة، شلون راح احلها ما ادري. يعني انت حسمتي وياه كل شيء؟ منى احسن لي واحسن لي. سمير قاعد يتعذب من ورايا، وانا اعطيت وعد البابا انه اقطع علاقتي نهائيا بيه، مثل ما تشوفين يومين قاعده اشوفه هناك. اي بس انت استعجلتي. هذا من صالحه ومن صالحه. بعدين انا اخاف على سمير، خاف يتعلق بي اكثر ومن الصعوبه يقوم يفارقني. اجا بابا هسه سد الموضوع. يلا حبيبتي اني اروح. يلا مع السلامه. مع السلامه. هلو بابا. هلا بابا. شنو اخوش لحد الان ما طلع من المحاضرات؟ كمان؟ ايه؟ لا. ليش؟ تاخر اليوم؟ لا هو اصلا ما مداوم بالكليه. ما جاي ما مداوم؟ ليش؟ بابا كمال ترك السنه. شلون؟ ترك السنه وراح يشتغل بشركه. اي شركه؟ شنو الحكي هذا سهى؟ يمتى الحكي هذا؟ قبل فتره وما صار. بنت زين انت ليش ما قلتي لي؟ بابا ما صار الظرف المناسب حتى اقول لك. اي مناسب يا سهى؟ اكو هيك موضوع تضمي علي؟ يلا صعدي. اي سيابي اني شو اسوي؟ هو قال لي لا تقولي لاحد وخصوصا بابا. يعني معقوله
معقول اكو واحد يعيف الدكتوراه اللي كان طول عمره يحلم بيها؟ اكيد بابا هسه صارت عنده خيبة امل. ليش كمال هيك يسوي؟ كنت اتصور اعقل من هيك. ليش؟ هسه ابوك وين؟ بابا راح يشوف كمال. شلون؟ ايوه هاي شلون وصلت ومناقصة الدولة كلها سرية؟ فاضل، تدري انت هذا الرجال اللي انا دا اشتغل وياه عنده هوايه موظفين وفراشين ومدراء يعطيهم رواتب وبنفس الوقت يشتغلون بالدوله، بس ولاءاتهم للي يدفع ازيد. اكيد واحد من ذولي جاب له اوراق على مود هو يقدم مناقصه ويفوز بيها. مهند، هذا التاجر خطر، احذر من عنده. انت تدري فاضل انا ايش قد مستمتع من قاعد العب هاي اللعبه وياهم، بعدين دا اشوف اليأس والفشل بعيون، وهاي الاوراق ما راح تخلي ابو احمد يحصل على اي مناقصه. مرحبا. الله يساعدك. الله يسلمك. شو تأخرت؟ ماكو شيء، كانت عندي شغله الكاتب العدل اخرتني شويه، خلصتها وجيت، بس شنو اني كلش جوعان. والاكل جاهز. انت خو ما ماكله؟ لا ما ماكله هسه. زين، لا صار فتره كلش طويله ما قاعدين وماكلين سوا. ايه ناكل سوا، بس اشوفك شو بشوش فرحان. الحمد لله صحتي زينه وشغلي ماشي. الله يجعل دوم صحتك زينه وشغلك ماشي. راح احضر لك احسن اكل هسه دقائق. تسلم ايدك. هلو هدى. هلا عمر. هلا. كمال وين؟ تفضل. ما موجود مو؟ تفضل شو عم تفضل. مع الاسف اخر شيء كنت متوقع انه كمال يترك الدراسه. ليش ما حد قال لي؟ ليش سكتي كل هاي الفتره يا هدى؟ ليش؟ مع الاسف مع الاسف كمال كان حلمي اللي ما قدرت احققه كل هاي السنين. كنت اتمنى ياخذ الشهاده ويرفع اسمي عالي، الدكتور كمال فواز. صدقني عمو، صدقني حاولت وياه اكثر من مره، وكان أدرى دائما انه ما يريد يحملك اكثر من طاقتك، وانه لازم يعتمد على نفسه. يقول كافي حملت بابا كل هاي السنين. بس انا ما خسرت وياه. ادري عمو والله ادري. انا تعينت حتى اساعد كمال ان يحقق حلمه اللي انت تريده، بس ما قدرت. شو اسوي عمو؟ ما قدرت، ولا تتصور اني راضيه ابدا. كمال اللي براسه. الظاهر هذا كل يوم يتاخر هيك. لا عمو، مو يوميا يتاخر، بس هو نوبات يصير عنده شغل ويتاخر. اي شغل هذا اللي يخليه يتاخر مثل هيك وقت؟ انا بديت اقلق، اخاف صار عليه شيء. بابا وجبال جاي سكران. بابا انت لازم تسمعني. اسكت ولا كلمه. اسكت. مع الاسف لك هاي اخر تربيتي بيك. هو هذا الحلم اللي كنت اتمنى ان تحققه الي ولنفسك ولعائلتك. وهذا طموحك. ترجع تالي الليل للبيت سكران. لك ليش كمال؟ صدقني بابا ما قدرت. طول عمرك وانت تصرف علي بالبكالوريوس والماجستير والدكتوراه.
كان لازم اعتمد على نفسي واريحك شويه. قول اشرب. انا اسف، من صدق انا اسف، بس الشغل كان لازم اشتغل، لان ما معقول اخلي هدى تشتغل على مود كم فلس ما يسووني. بابا انا لازم اريحك واريح هدى واريح نفسي. وأنا عمري ما قصرت وياك ولا اشتكيت منك. كمال، أنت الحلم اللي ما قدرت أحققه، ما قدرت أحققه بسبب السجن. السجن اللي ضيع كل أحلامي وطموحاتي، وضيع مني أمك. بس من أشوفك أنسى كل شيء، أنسى اللي راح. أرجوك كمال، لا تضيع أحلامي بهالبساطة. المهم اللي راح راح، وأنا راح أعتبر كل هذا اللي صار مصاير. بس أريدك من باكر تترك الشغل وترجع لكليتك، وأنا راح أحاول أن ألقي لك أي شغل ورا الدوام. مفهوم ابني؟ مفهوم بابا، مفهوم. مساء الخير. مساء النور. هلا بابا. مساء النور. هلا وليدي، هلا. يما ليش هيك تاخرت؟ بابا قلقنا عليك. المهم وصلت بابا. شفت الكمال؟ اي مو شفته، وعدني خير ومن باشر يرجع الكليه. يا ترى الوقت متاخر، باشر دوام. يلا يلا اسمعوا على خير. اسمعوني زين، اليوم اللجنة الكشف تجي على المطحنة، فأريد كل شيء يكون مرتب. أي خطأ ما أريد، افتهمتوا؟ أي خطأ أو تقصير ما أريد. أريد اللجنة من تجي تشوف إنه إحنا مطحنة نموذجية، لأن هاي اللجنة هي اللي راح تحدد مصير المناقصة. ويا ويله يا ويله وسواد ليلة اللي قصر. افتهمتوا ولا لا؟ إن شاء الله أستاذ، إن شاء الله الجماعة ما يقصرون، إن شاء الله تكون مثل ما تريد أستاذ. عافية سعد، عافية رحيم. يلا هسه كل واحد يروح الشغله، اكيد اللجنه جايه بالطريق. يلا تفضل شباب. يلا. وهاي احلى قهوه مهيله العم ابو احمد. اشكرك صفوق. صفوق، انت ما تعرف هاي المناقصه شنو بالنسبه لي. ان شاء الله ان شاء الله تصير لك عمي قابل بدي ياخذون احسن من عندك. الله يصنع من حلقك. تدري صفوق، اذا رست علي المناقصه لا اوزع مكافاه للعمال ما يحلمون بها. وانا عمي نسيتني؟ انساك؟ شلون انساك انت؟ صدق صفوق، اريدك تحضر صينيه جديده وقلاصات وتسوي احسن عصير للجنه. افتهمت؟ حاضر عمي. يلا روح، يلا بسرعه. صار عمي طيران. دخل تجي وراح اموت، اريد افضها واخلص.
يا اهلا وسهلا. تفضل. تفضل استاذ. تفضل استاذ. عفوا يعني معمل طحينه. يا اهلا وسهلا. وسهلا بيك. زارتنا البركه. شكرا جزيلا. شكرا. زارتنا البركه استاذ. شنو العفو؟ استاذ فواز وين راح؟ فواز راح يجيب نموذج من الطحين. ان شاء الله عجبكم المعمل. ما شاء الله معمل منظم ومرتب. بصراحة معمل مثالي ومتكامل. بصراحة أبو قلبي أنا شقد شايف معامل مال طحين مثل هيج تنظيم ما شايف. هذا فد شيء يدعو للفخر. ان شاء الله عجبك استاذ. ان شاء الله ان شاء الله. احنا هسه نترخص. هاي وين استاذ؟ خلينا نقوم لك بالواجب، يعني انتم هاي جيتكم كلش غالي علينا. ان شاء الله غير وقت. استاذ العفو. والنتيجه؟ ان شاء الله تجتمع اللجنه بالوزاره وهي تقرر قراراتها النهائيه. احنا نترخص. الله ياكم استاذ، بس ديروا بالكم علينا. ان شاء الله. شنو موضوع المدير العام؟ ما ادري، انا هم متفاجئ مثلك. بعدين نلتقي ونسولف. يلا في ماذا؟ يلا. جاي على مود افحص الطحين. اليوم ضروري تمر لي بالليل عندي معلومات مهمه لك. خير؟ مر لي وانا فاهمك. يلا بعدين انا اجيك. الله يعافيك. استاذ وصلنا جماعه سيارتهم وان شاء الله ما قصرنا وياهم. واليوم شغل اوكي وما صار اي تقصير. ها خير استاذ؟ اشوفك ما مرتاح. صدق استاذ اشوفك ضايج. تدرون اليوم حسيت احساس غريب. ايش حسيت استاذ؟ حسيت فواز يعرف كل شيء يدور بالمعمل. عرف حتى المكان اللي مأجريه وشك حتى بنوعية الطحين، لذلك راح يتأكد بنفسه. صحيح استاذ، كأنما يعرف المعمل كل زين. تعتقدون فواز قاعد يراقب معملنا؟ يعني شنو استاذ؟ لأن كاتب تقرير طويل عريض بكل التفاصيل عن المعمل. مثل ايش استاذ؟ هي هاي المشكلة. التقرير سري ما حد يعرف به غير فواز والمدير العام. شوف سعد وانت رايحين اريدكم تسألوا للمنطقة المحلات اللي داير مدايرنا، شوفوا هم اكو احد سائل على معملنا خلال هاي الايام. استاذ اخاف التجار اللي اجرنا منهم المكاين لو اشترينا منهم الطحين. كل شيء ممكن، بس اول شيء شوفوا منو اللي سائل علينا حتى نفتهم. حاضر استاذ، رح نسوي تحريات. لازم تعرفون وتعطوني خبر، افتهمتوا؟ تدلل استاذي. حاضر استاذ. يلا روح لا تقصرون. تؤمر استاذي. تؤمر. معقولة اكو جواسيسك داخل المعمل وانا ما ادري؟ صباح الخير. هلا خالد. امشي خلينا نروح المحاضرة بلكي بتنسلي صار. يلا امشي خلينا. صباح الخير. صباح النور. ايش بيك؟ اريد اروح. حتى سمير لا يتعذب اكثر. بس انا شفته منتظرك. ادري بس انا اريد اروح. يلا. ها صار عندك تصور كامل عن الموضوع؟ طبعا. والتقرير كان مطابق لما شفناه داخل المعمل. استاذ شفت بعينك المكاين اللي بينت نشاز بنص المعمل، يعني وكأنه المكاين من مناشئ مختلفة وأشكال وألوان مختلفة. هذا كان واضح. حتى الطحين كان ممتاز، يعني ما أعتقد إنتاج نفس المكان. بس هذا التقرير دقيق جدا وما بي شيء بعيد عن الحقيقة. بصراحة أستاذ فواز
أنا حبيت أطلع بنفسي للمعمل وأشوفه بعيني، وبقد ما كان المعمل يبدو متكامل ونموذجي بقد ما كان يثير الشك. أنا اشتغلت بما يملي علي ضميري، وكان لازم أكشف للوزارة تلاعب مثل هيك ناس، وبقى تقدير الأمور يمك أستاذ. وللاطلاع أكثر، أنا تعرضت لمحاولات اعتداء مرتين، وأعرف من اللي كان وراء هاي المحاولات، هو أبو أحمد وجماعته. وما ناقصني شيء بس بعض الأدلة والإثباتات حتى أقدمها للشرطة. طبعا هذا من حقك أستاذ فواز. للأسف أكو هواية ناس استغلت ظروف البلد الصعبة تشتغل بدون ضمير، بس إحنا لازم نخلي لهم حد. أنا أشكر جهودك اللي بذلتها، وأشكرك جدا على مواقفك النبيلة. إيش تعتقد أستاذ؟ هذا شنو تفسيره؟ تفسير واضح مثل عين الشمس. المدير العام من خلال التقرير اللي رفعه فواز له، الظاهر هذا التقرير بيه هواي معلومات مقدميها له، حب المدير العام يتأكد منها بنفسه. وش تعتقد أستاذ أبو قلبي؟ هذا التقرير شكو بيه. الظاهر فواز هواي مسوي تحريات على أبو أحمد ومحصل على معلومات تدينه. أستاذ مبين هذا فواز مو سهل. صحيح، حتى الأستاذ المدير العام كان كلش مراضي، كل شوية ويتشاور ويا أستاذ فواز وعلى كل شيء. ما أدري شنو موقفي من أبو أحمد، أكيد هسه منتظر مني هواي تفسيرات. خلنا نروح المدير العام واستفسر منه شنو الموضوع. يلا انتوا كل ما نروحوا على شغله. يلا خلينا نشوف شغل. يلا. يا ريت لو دائما اشوفك هيجي فرحان. لازم أفرح ماجدة، لأن أنت لو شايفة الفشل اللي بعيونهم كان حسيتي بالإحساس اللي دا أحسه هسه. بعدين المدير العام تأكد بنفسه وشاف بعيونه. المهم هو اقتنع بالتقرير؟ التقرير ناجح 100%، وهذا كله بجهود مهند. الموظف الجديد؟ اللي سواه مهند مو مال موظف جديد، ولهذا راح أحكي المدير العام حتى يصرف له مكافأة ويشوف له مسؤولية تناسب مستواه. أكيد يستاهل، اللي سواه يستحق كل الثناء والشكر. لا مو بس هاي، تصور عنده معلومات أنا لحد الآن ما أعرفها، ولهذا راح أروح لليوم حتى أفتهم منه. صباح الخير. صباح الخير. هلا وسهلا. يا سمال. ها قررت تكمل دراستك؟ بركة بجهودك. اعذرني كمان، بس البارحة بابا بالصدفة من كان يوصلني سألني عنك، ولو ما يضغط علي ما كان حكيت لك. المهم احكي لي انت شنو اخبارك؟ زين. طيب محاضراتك وما فاتتك؟ لا ان شاء الله الحق عليها. المهم احكي لي انت شنو اخبارك؟ اني اخباري مو زينة. يمكن سمعت بالصدفة اللي جمعت بابا وابو سمير. اي سمعت. اعتقد هذا الموضوع ما راح يصير ولا يبقى، لان بابا ما راح ينسى ابو سمير واللي سواه بابا. الموقف صعب، واعتقد احساس بابا هو احساسنا كلنا. بابا شاف الويل بالسجن، وعلى اثر هذا الشيء فقدنا امنا وصرنا كامل. سبحان انت لازم تماسكين وتصير قوية، وبابا يستاهل الضحية. صح احنا مرات نغلط، بس بالنهاية كلام بابا هو الصح. بعدين الحياة ما راح تتوقف على سمير، انت ما شاء الله ألف واحد يتمناك. بعدين انا اللي اعرفه انت عندك طموح تكملين دراستك، وهذا الشيء كفيل باني نسيك سمير. ها سهاد ايش قلتي؟